بدء هذه السرقة الفاضحة بدأت الجهات التحقيقية أعمالها من خلال محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، وبعد سلسلة من الإجراءات والتحقيقات شكلت لجان تحقيقية مؤلفة من محققين ومدققين من هيئة النزاهة ومن مجلس القضاء الأعلى وعضوية موظفين من مصرف الرافدين والهيئة العامة للضرائب ووزارة المالية، بهدف تدقيق معاملات الصرف للصكوك التي بموجبها تم صرف الأمانات الضريبية والجمركية. ومن خلال هذا التحقيق تم تأشير المخالفات بخصوصها والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على هذه الأموال. هناك من ساهم وساعد شركات وأسماء ساعدوهم في الاستيلاء على هذه الأموال، جهات في داخل الهيئة العامة للضرائب ومؤسسات للأسف رقابية وجهات مسؤولة أخرى سوف يعلن عنها بعد إكمال التحقيقات، ولن نستثني أي أحد، أي اسم لأي جهة أيا كانت، سوف يعلن عن هذه الجهات المتورطة بعد إكمال التحقيق. النتيجة اللي توصلوا لها اللجان التحقيقية: تم صرف صكوك عدد 114 صك للمتهم نور زهير جاسم مالك شركتي القانت والمبدعون، وبمبلغ إجمالي هاي 114 صك 1,313,370,882,000 دينار عراقي. يعني هذا وحده أبو القانت والمبدعون نور الزهير اللي كنا أبو فاطمة صرف صكوك 114 صك هذا المبلغ، اعترف وأقر بهذا المبلغ. الثاني صرفت صكوك عدد 37 صك بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار.